ظابط شرطه دي ابصم لك عليها بالعشره، لكن بلطجي دي مش حلوه منك، لان كل منطقه عارفه مين الرايق، وعارفه ان انا عيل حلو مؤهل عالي وماشي في المنطقه دي كله بالحب. اللي قالك عليا بلطجي ده بقى عيل سوي عايز يوقع بينا. طب اسمع بقى يا عم المؤهل العالي، عشان انا ما بحبش الرايق كتير. انا متاكد مليون في الميه ان انت عملت حركه الاسم دي. اسم يا باشا، الدنيا كلها عارفه ان اسام البلد اتغربلت في يوم واحد. انت جاي ترازيني ولا عايز ايه؟ هتجيب من الاخر. تعجب. مش عايزك بقى تتدخل لاي حد من العيال الشمامين اللي هنا في اي حاجه، وخصوصا معايا. انت عملت اللي عملته وهربت واجب عندي، وانا رجعت يا دوب كام حته سلاح مسروقين. يبقى خلاص تعجلين. نقلب بقى الصفحه ونبتدي على نظافه. بص يا باشا، انا ما بتدخلش مع الحكومه في اي حاجه شمال، لان انا عارف تمامي ايه وعارف تمامكم ايه. العيال اللي عندكم دي بقى اهاليهم دول ارادتهم، هم رضيوا بالمرضيه. هتقول لي ازاي وحصل امتى؟ هقول لك ما اعرفش. انت قلت اسامه يا باشا، مش كده ولا ايه؟ ماشي يا جدع، هعديها المره دي بمزاجي وهنساك واشيلك من دماغي خالص. بس انت بقى تسيبني اشوف شغلي، وليك عليا يا سيدي هسيبك في حالك ومش هغتت عليك بالمره. ها قلت ايه؟ مع ان يعني لا مؤاخذه يا باشا في الكلمه المره اللي فاتت لما جيت برضه كان لا ما احنا قلنا نقلب الصفحه يا راجل. نقلب الصفحه. ماشي، يبقى عدي بقى كراريسك يا حكومه. ماشي على قد. شرفت. ايه يا كبير؟ مش ترسيني بقى؟ هو رايح يجيب لنا الصعقه ولا ايه؟ قوم يا رمي، قوم يا جدو يا طيب يا ابو عصاير من فضلك احكي. الشاي يا ديب. يا الواد ده اللي في ايدك ده، المسدس ده بيعمل ايه هنا؟ ده مسدس يا هم يعني ادوهولي في الشغل، يعني ما تقلقيش خالص. ولما انت واخده في الشغل اللي جايبه البيت معاك؟ بيونسني يما، المسدس بيونسني، ما تقلقيش خالص. ده مسدس صوت اهو، بصي زي ما انت شايفه كده. ولما هو صوت نازل حشو رصاص فيه ليه؟ اعمل يما، ما هو لازم يتحشر رصاص، بس صوت. بقول لك ايه يا واد، انا حاسه كده انك هتعمل مصيبه انت والواد الرايق. يا دي الراي، انا ورايا برضو. ايوه اسمع، الواد الرايق ده سكك وبطاله، تبعد عنها، ما بيجيش من وراه خير ابدا. يما الراي ده مش شيطان زي ما انت فاهمه، ده اغلب من الغل. ايوه بأمارة ما الناس كانوا جايين يقطعوكوا بسببه يا اخويا. يقطعوا مين؟ محدش يعرف يقطعنا، صلي على النبي. امال انا نازل. الارض اللي هناك دي كشفنا عليها يجي مليون مره، وفي كل مره بيقولوا لنا فيها اثار وفيها مقبره، لكن ايه؟ مش اي مقبره، مقبره ملوكي. ومين بقى اللي كشف عليها يا حاج؟ المشايخ. مشايخ؟ انتوا لسه شغالين بالطريقه دي يا حاج؟ وده اللي اتربينا عليه يا بنتي. وبعدين دول مش اي مشايخ، ده كان فيهم 2 مشايخ مغاربه وواحد سوداني. بص بقى، انا شغل الحنجل والمنجل ده ما ياكلش معايا، ما افهمش فيه. دلوقتي في طرق جديده واجهزه حديثه بتكشف بكل دقه يا حاج. لا ما انا بقول لك ايه، اسمعيني كويس، ما انا ما هدفعش جنيه واحد من جيبي. هو انا قلت لك ادفع حاجه؟ مالكش دعوه خالص بالكلام اللي انا بقوله دلوقتي، مش هكلفك ولا مليم. كان كده يا بنتي بقى عداك العيب. وبعدين اذا كان الرجاله بتوعك اللي بتقولي عليهم دول هيقولوا ان فيها اثار، اجيب الرجاله على طول ويحفروا. لا 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 لا، انا مش عايزاك تحفر ولا حاجه. بص يا حاج، انا هجيب لك ناس يأجروا منك الارض كده على حالها، ولما يطلعوا الحاجه هيدوك حقك، بدل ما تجيب ناس وتتعب نفسك، ولا الحكومه تسمع عن الموضوع ويصادروا منك الارض. يعني هريحك من كل التعب ده. طب واذا الرجاله بتوعك اللي بتقولي عليهم دول قالوا ان الارض ما فيهاش اثار؟ يبقى ساعتها هتبيعها مباني وانت مستريح. اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي يا حاج، سلام عليكم. مع السلامه يا بنتي. مهندس، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا مهندس، وحشني يا مهندس. ألف الحمد لله على السلامة يا مهندس. الحمد لله. كويسين؟ الحمد لله. ازيك يا ولاد؟ طولت الغيبة قوي المرة دي يا مقدس. اعمل ايه بقى؟ هايدي بنتي ما كانتش عايز تسيبني. المسافة من هنا لاستراليا بعيدة قوي، فبيني وبينك أنا كمان كسلت بصراحة يعني. ده نص، تعالى يا نص. نص أهلا يا حبيب يا قلبي.
ازيك وحشني. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ كله كويس. ازاي صحتك؟ كله كويس. عارف بقى الناس دي كلهم وحشني كوم، وانت كوم لوحده. وبالمناسبة أنا جبت لك حاجة معايا هتعجبك جدا. استنى بس شوية. يا بختك يا نصة. إيه بقى الأخبار يا ولاد؟ أخباركم إيه؟ أخبار الشغل؟ قولوا لي الأول أخبار البلد إيه في الشهر ونص اللي فاتوا دول؟ والله المحل اهو ماشي حاله، بس البلد حالها ما تسرش، كل شويه خناقه بين الداخليه وبين الناس، بيروح فيها جدعان ياما. محدش عارف لدلوقتي مين كان مع مين ولا مين بيضرب في مين. أنتوا لو كنتوا شفتوا الناس في أستراليا كانت مهمومة قد إيه وكانت مقهورة قد إيه. المصريين اللي هناك يا بنتي في القهاوي وفي البيوت كله كان مهموم على حال البلد، وكلهم اتجمعوا عشان كده. حالهم يصعب على الكافر فعلا. ربنا يسترها يا مقدس، يومين ولازم الميه ترجع لمجاريها. هترجع طبعا ان شاء الله. والله هايدي مش شايفة كده، هي شايفة بقى إن أنا لازم أصفي هنا وأروح بقى أقضي بقية اليومين اللي فاضلين لي عندها هناك. بعد الشر عليك يا مقدس، وبعدين يعني اذا كان يعني ليك هايدي هناك فانت هنا ليك جيجي ولا ايه؟ جرى ايه يا بنتي؟ انت هتكبري لي كده ليه؟ هتعملي زيها بقى ولا ايه؟ انا لسه زي الفل. انا مش بكبرك ولا حاجه، ده انت شباب عن مسعد. زي مسعد. اتفضل بقى يا مسعد ورد انت بقى. جيب تتكلم صح يا مقدس، ده انت شباب عني. ده هيقر فيها. بقول لك ايه، انت تنزل الورشه مالكش قاعد معانا هنا. بقول لك ايه يا مدام؟ ايوه يا مديحه. فاكره ايام الصلاه بتاعتك؟ ياه، فين ايامها يا مديحه؟ ده انتي فكرتيني بايام جميله قوي. الله، عارفه يا مديحه انا عملتها بكل الفلوس اللي كنت اتحكم عليها ساعتها، بس يا خساره بعد كده بعتها برخص التراب. ايه اللي فكرك بيها وايه السؤال ده؟ يعني كنت عايزه اعرف اذا كنت لسه ليكي علاقه باي حد من اللي كان شغال فيها زمان ولا لا. ليه؟ الواد مش هيصفى ولا هيهدى معايا غير لما يعرف ابوه فين، وانت عارفه ان انا ما اعرفلوش سكه، فقلت يمكن اي حد من اللي كنا نعرفهم زمان يعرف له طريق ويدلني عليه. ايوه مديحه، بس ده من سنين طويله قوي. اهو اي خيط بتعلق فيه، مين عارف يمكن. طب ليه ما بداتيهاش من زمان؟ يعني ليه استنيتي كل ده؟ غلط وبحاول اصلح غلطتي. بصي، انا كنت اعرف واحد كان شغال مع شكري جوزك. هو مش كان اسمه شكري برضه؟ ايوه شكري البيومي. بس انا بصراحه ما اعرفش اذا كان عايش ولا لا. تعرفي عنوانه؟ بتهيألي في الاجنده اللي عندي في البيت. طب الله يكرمك يا مدام، هاتيها بكره معاكي وانت جايه نوبك ثواب فيا. حاضر، من عينيا مديحه. طب معلش يا عون يا باشا، دلوقتي في سؤال. يعني هو الراجل اللي خرج له فلوس من المطار ما عرفش يخرجه وراها؟ حظه اتذكر، الناس اتغيرت. خرج 150 مليون، الباب اتقفل. معلش يحمد ربنا. يعني دلوقتي المطلوب ان احنا نخرج الراجل بره البلد دي، مش كده؟ وباسرع وقت ممكن. عندك حد؟ والله سيبنا ادورها في دماغي. دلوقتي يا باشا انت بتقول ان الراجل ده خد الارض متخصصه له بقرار وزاري، وان كل ورقه سليم، وبضمان الارض دي خد ال 150 مليون، مش كده؟ كده. وطبعا لما البنك طالبه بالسداد عمل فيها وزير راح مصدر لهم العبيطه، صح؟ صح. طب اقول لك يا باشا، ايه رايك نخلي الراجل ده في وسط البلد هنا معزز مكرم وحاطط رجله في وش التخين كمان؟ ايه ده؟ بقول لك البنك بيطالبه يدفع على الحبس. يا باشا اشتري مني. اشترينا. دلوقتي الراجل ده بنى على الارض، يعني رمى شويه اساسات كده لزوم الشكليات عشان يعرف يسحب منهم فلوس. طب حلو قوي. يعني دلوقتي الراجل ده ملتزم وجد الجد في شغله طالما رمى الاساسات، مش كده؟ وبعدين الدوله جت نزعت منه الملكيه، البنك قال له سدد، هيسدد منين؟ ما الدنيا خربانه يا باشا.